في الفيديو ده هنتعلم الطريقة الصحيحة لتنظيم حملات جوجل ادز، لأن تنظيم الحملات ده من أكتر الحاجات اللي بتعمل لخبطة ومشاكل عند الناس اللي بتشتغل في إعلانات جوجل ادز. فتابع معايا الفيديو ده. عشان نبدأ حملة أو كامبين على جوجل ادز زي ما اتفقنا لازم يكون عندنا حساب على جوجل ادز ونكون مسجلين الدخول ليه. فده كده حساب تجريبي هنجرب عليه. هنيجي هنا كده من الناحية الشمال هندوس على كرييت. فكرييت دي هتفتح معانا ان احنا نعمل كرييت كامبين اد جروب سيرش كيورد وهكذا، فهندوس على كامبين كرييت كامبين. هتفتح معانا الشاشة ديت. هنا جوجل بيسألك بيقول لك ايه الهدف من الحملة اللي انت عايز تبدأها. موجود اكتر من نوع هنا كده زي ما انت شايف، هنتكلم عنهم هنا كده سريعا، لكن ان شاء الله هنشرحهم نوع نوع كده بالتفصيل. فالنوع الاول اللي هو السيلز، ان انت عايز تجيب مبيعات للمنتجات بتاعتك. لو انت عندك متجر الكتروني وعايز تجيب مبيعات للمتجر الالكتروني ده، فانت بتختار الهدف ده اللي هو السيلز اللي هو المبيعات. هنا جوجل بيسألك عشان بيعمل لك افضل اعدادات من وجهة نظر جوجل، يعني بالنسبة للهدف اللي انت بتدور عليه. النوع التاني اللي هو الليدز، ان انت عايز تجنريت ليدز، انت لوكال بيزنس او انت بتقدم خدمة. خلينا مثلا ناخد مثال اللي هو اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان انت عندك شركة بتقدم صيانة تكييفات، فالصيانة دي بتتعمل في البيت او في الشركة او في المكان. يعني انت بتروح للعميل بتاعك، فانت بتكون عايز تجيب ليد، انت مش عايز تعمل عملية بيع، انت عايز ليد. الليد ده اللي هو اسم العميل، رقم تليفونه او الايميل بتاعه. وممكن يكون الليد ده مجرد ان هو يتواصل معاك عن طريق ان هو يضغط على الزرار الواتساب ويبدا المحادثه معاك، فدي كده اسمها ليد. الهدف اللي بعد كده اللي هو الويب سايت ترافيك، ان انت عايز زيارات للموقع بتاعك. انت عندك موقع وعايز تجيب له زيارات، يعني ده هدف بمنتهى البساطه. يعني سواء الموقع بتاعك ده بقى انت بتبيع فيه خدمه، او سواء الموقع بتاعك ده انت عايز تعمل له نشر، عايز تجيب له زيارات. وبعد كده الكونفرجن اللي جوه الويب سايت ده ايه، ده ملناش دعوه بيه. المهم ان انت عايز ويب سايت ترافيك. نوع الحملات اللي بعد كده اللي هو الاب بروموشن، ان انت عايز او انت عندك تطبيق على البلاي ستور مثلا وعايز الناس تحمل التطبيق ده، فبتختار النوع ده من الحملات. النوع اللي بعد كده اللي هو الاويرنس والكونسيدريشن، ان انت بتبني براند وعايز الناس تكون اوير بالبراند ده، يعرفوا البراند ده بيتكلم عن ايه ويربطوا منتج معين بالبراند بتاعك ده. فبيكون الهدف من الاعلان ده ان هو براندنج واويرنس، ان انت عايز تظهر لناس كتير، عايز ريتش، عايز الاسم يتشاف او اسم البراند يتعرف، لكن ما بتدورش قوي على ان الناس تاخد اكشن، ان الناس مثلا تشتري منك او تسجل عندك او يتحولوا الليد. ده ما بيكونش الهدف الاساسي من الحمله دي. نوع الحملات اللي بعد كده اللي هو اللوكال ستور فيزيتس اند بروموشنز، ده بيستهدف الناس اللي عندهم لوكال بيزنسز، وبعدين انت عايز الناس تيجي تزور المقر بتاعك. يعني لو انت عندك مكان حقيقي على الارض، مكان اوفلاين مش متجر الكتروني بس، يعني لو انت عندك كافيه او عندك مطعم او عندك عياده وعايز العملاء يجوا يزوروا المكان بتاعك ده، والخدمه اللي انت بتقدمها في المكان بتاعك، فده بيكون بتستخدم النوع ده من الحملات. النوع اللي بعد كده اللي هو كرييت ا كامبين without جايدنس، ده كده بيكون فيه تحكم كامل، انت اللي بتختار كل حاجه بنفسك. هيفتح معانا الشاشه اللي بعد كده اللي هو السلكت كامبين تايب. فعشان بس ما نحصلش لخبطه، ده الكامبين اوبجيكتيف يعني الهدف من الاعلان، وده الكامبين تايب. انواع الاعلانات دي برضه هنتكلم عليها هنا بسرعه. السيرش ده اللي هو اشهر انواع اعلانات، اللي هو انت بتفتح جوجل وبتكتب فيه اسم الحاجه او اسم المنتج او اسم الخدمه اللي انت بتدور عليها، ويبدا يظهر لك اعلانات بناء على كلمه البحث دي والمزايدات اللي الناس بتدفعها لجوجل. فده اسمه اعلان بحث، ده ابسط واشهر انواع الاعلانات بتاع جوجل. النوع اللي بعد كده اللي هو البرفورمانس ماكس، او بيتقال عليه اختصارا البي ماكس. ده الاعلان ده بيشتغل في كل حته، بيشتغل في اليوتيوب، بيشتغل في الديسبلاي نتوركس اللي هي المواقع اللي هي المشتركه مع في الشبكه بتاعت نتورك بتاع جوجل ادسنس. فده بيشتغل اكتر، يعني بيكون بناء على الهيستوري بتاع الكونفرجنز بتاع الحساب بتاعك، وبيشتغل اللي هو يعني يعتبر اللي هو ايه اللي هو شغال بالاي اي يعني. فده ليه شروط معينه وليه طريقه معينه في البيدنج، فده مش هنتكلم عليه دلوقتي، وما ننصحش ان انت لو انت لسه بتبدا ان انت تبدا بيه. النوع اللي بعد كده من الحملات اللي هو الديماند جن، يعني هو في شويه حاجات شبه البرفورمانس ماكس شويه، ان هو بيعرض الاعلانات بتاعتك على اليوتيوب وعلى جوجل ديسبلاي نتورك. بيكون فيه تحكم شويه اعلى من البرفورمانس ماكس، لكن برضه بيدخل فيه جزء الخاص بالاي اي، وبيكون برضه معتمد على الكونفرجنز. يعني لازم يكون عندك هيستوري من الكونفرجنز او عدد كويس من الكونفرجنز قبل ما تبدا تطلع بالاعلان اللي هو الديماند جين ده. النوع اللي بعد كده اللي هو الديسبلاي ادز، اللي هو بيبقى عباره عن البانرات. خلينا نشوف مثلا بيظهر اكتر في المواقع الاخباريه. على سبيل المثال موقع كده زي اليوم السابع، ده كده اعلان اهوت، ده عن كومباوند او حاجه زي كده، وده اعلان من جو دادي وده اعلان من جو دادي. لو جينا نزلنا تحت هنا كده شويه، وانا بعمل سكرول اصلا اهوت، ده طالع اعلان برضه اهوت، ده كده ايه، برضه اعلان على اعلانات جوجل ديسبلاي نتورك.
فاللي هي الإعلانات، قلنا الإعلانات اللي هي البانرات اللي بتكون موجودة في المواقع، وغالبيتها بتبقى المواقع الإخبارية، المواقع الرياضية، وهكذا. النوع اللي بعد كده من الحملات اللي هو الشوبينج ادز او الشوبينج كامبينز، دي بتكون مستهدفة اللي هي المنتجات على طول. يعني ابسط المثال بتاعه، لو احنا فتحنا جوجل كده وكتبنا مثلا ايفون 17 برو ماكس، الاعلانات اللي بتظهر اسم المنتج وسعره والعنوان بتاعه، ولما تدوس عليه تتحول على طول عشان تدخل تشتري، دي كده اسمها الاعلانات اللي هي بتاعت الشوبينج ادز. الحملات اللي بعد كده اللي هي الحملات الفيديو، طبعا احنا كلنا عارفينها وملانين منها على اليوتيوب. الاعلانات اللي هي اللي بتظهر قبل الفيديو بتاع اليوتيوب، او في نص الفيديو، او في اخر الفيديو، دي كلها الاعلانات الفيديو. واللي بعد كده اللي هو نوع الحملات اللي بعد كده اللي هو بتاعة التطبيقات. فخلينا نبدأ بأبسط كده نوع اللي هو السيرش، اللي هو حملة البحث. فهيظهر معايا الرسالة دي خاصة بالكونفرجن جول. دي حاجة المفروض ان احنا نعمل لها سيت اب قبل ما نبدأ اصلا اعلانات خالص. بمعنى لو انا عندي مثلا متجر، فالهدف بتاعي او الكونفرجنز بتاعتي اللي انا عايز اوصل لها ان انا يحصل عندي مبيعات، فالهدف في الحالة دي بيبقى اسمه بيرشيز. لو انا عندي مثلا قلنا لوكال بيزنس وعايز الناس تتواصل معايا او تملى فورم او تعمل سبميت لفورم، يعني انا محتاج ليد، فده كده معناه ان الكونفرجن اللي انا عامل له سيت اب هيكون اسمه ليد، وهكذا. فاحنا هنعدي الحته ديت بس كده عشان احنا بنشرح مثال سريع. هندوس هنا كده نعمل ليف، بعدين ندوس على كونتينيو. فهنا بيقول لي انت عايز الناس لما تدوس على الاعلان بتاعك، عايز الناس تروح للويب سايت ولا تجيب فون كول. فخلينا ندوس برضو عشان نبسط المثال كده، عايزين ويب سايت فيزيتس، وبعد كده هنحط الرابط بتاع الويب سايت. انا هنا ضفت رابط الموقع بتاعي على سبيل المثال، وبعدين هندوس على كونتينيو. هيطلب مني هنا كده ان انا اختار اسم الكامبين، فهنسمي اسم كده سريعا، بعدين نضغط على كونتينيو. الخطوه اللي بعد كده اللي هي البيدنج او المزايده، يعني جوجل هيحاسبك ازاي. فهنا جوجل بيديلك حاجات ريكومندد كده، او هو بيقترح عليك حاجات بناء على لو انت مختار الكونفرجن جول بتاعك هو والكونفرجن فاليو بتاعتك على حسب انت عايز ليد، او انت عايز مبيعات، او انت عايز الليد. برضو زي ما قلنا ممكن يكون حد بيعمل ليد بيملى فورم او بيدوس على الواتساب بوتون، ده كده الكونفرجن جول بتاعك. فهو بيبدأ يقترح عليك نوع البيدنج اللي يناسب الهدف ده. فخلينا نتكلم عن الفروقات بينهم بسرعه كده. الكونفرجن ان هو هيركز على يجيب لك اكبر عدد من الكونفرجن بغض النظر عن الجوده او عن السعر بتاعهم. بمعنى ان هو ممكن يجيب لك 100 واحد يعملوا السبميت فورم او يدوسوا على الواتساب بوتون، بس هل بقى الجوده بتاعتهم كويسه او مش كويسه، دي مش هتفرق مع جوجل. فده كده بيكون التركيز بتاعه ان هو بيجيب لك اكبر عدد من الكونفرجن. النوع التاني او البيدنج بالطريقه التانيه اللي هو الكونفرجن فاليو، هنا جوجل بيركز على ان هو يجيب لك الناس اللي هي هيدفعوا لك كام. يعني باختصار كده، يعني خلينا ندهم مثال بسيط كده. لو انت بتبيع مجموعه تليفونات، فهو هيركز على الناس اللي عندهم نيه ان هم يشتروا اغلى تليفون، او يعني تليفون ب 5000 جنيه وتليفون ب 10000 جنيه وتليفون ب 15000 جنيه. هيركز ان هو يجيب لك الناس اللي هي بتدفع 15000 جنيه. ده ابسط مثال. يعني طريقه البيدنج اللي بعد كده اللي هي الكليكس، وديت مفهومه ان هو هيركز على الناس اللي هي بتضغط على الاعلانات، هيجيب لك ناس، اكتر ناس في احتماليه ان هم يدوس على الاعلان بتاعك. دي البيدنج او طريقه المزايده اللي هي بتاعه الكليكس، اللي هي الناس اللي بتدوس على الاعلانات. فخلينا برضو للتسهيل كده ان احنا نقول والله انا عايز اتحاسب على الكليكس، وبعدين ندوس على نيكست. بدخل على الخطوه اللي بعد كده اللي هي الكامبين سيتنجز او الاعدادات بتاعه الحمله. هنلاقي ان اول حاجه هنا كده، او اول حاجه في الاعدادات، ان هو بيقول لك النتوركس اللي انت عايز تظهر فيها. هنا بيقول لك ان انت لو عايز تظهر في الجوجل ديسبلاي نتورك، قلنا الجوجل ديسبلاي اللي هي الاعلانات اللي هي البانرات اللي زي ديت كده، هل انت عايز تظهر هنا؟ وهنا في الحاجه الثانيه ان هو يقول لك ان انت، او الحاجه الاولى ان انت عايز تظهر في الجوجل سيرش بارتنر نتوركس، دي اللي هي شركاء جوجل. فلو انت عايز الاعلان بتاعك يظهر بس في اعلانات البحث بتاعت جوجل، فبتشيل العلامه دي وبتشيل العلامه دي. ننزل على الاعداد اللي بعد كده اللي هو اللوكيشن، الاعلان بتاعك او الحمله بتاعتك تظهر فين. هل انت عايزها في كل الدول، او انت هنا جايبها في مصر لان انا عامل الاعدادات بتاعت الحساب ان هو الحساب ده في مصر، او لو انت عايز تختار مكان تاني. فاحنا هندوس هنا كده على ايجيبت، وبعدين لازم ندوس هنا كده على لوكيشن اوبشن لان الاوبشن ده مهم قوي. احنا هنا بنختار الاوبشن اللي بيقول لك ان الناس دي هل عندها اهتمام، يعني موجوده في المكان ده او عندها اهتمام بالمكان ده. هو هنا بيقول لك ان المكان ده ريكومندد، لكن انت عايز تقول ان يكونوا موجودين في المكان ده. لان الاوبشن ده معناه معناه ان ممكن يكون واحد مصري عايش في السعوديه بس فيه اهتمامات طبعا بالقاهره، بيسال مثلا على القاهره، بيدور على حاجات في القاهره، بس مش هيكون مستعد ان هو يشتري الخدمه بتاعتك دي دلوقتي. فالاعلان بتاعك هيظهر له وهيكلفك فلوس على الفاضي.
فانت لازم تختار المكان اللي هو ان الناس presence الناس people in or regularly in this location. يعني الناس موجوده بشكل منتظم في المكان ده، مش ان هم موجودين او مهتمين، لا لازم تكتب ان هم يكونوا موجودين في المكان ده بشكل فيزيكال، يكون موجود بنفسهم في المكان ده. فلازم تاخد بالك من الاوبشن ده. الجزء اللي بعد كده اللي هو اللغات، فهنا بتختار طبعا اللغه على حسب البلد اللي انت فيها. فطبعا المفروض هنا في مصر اختار عربي واختار انجليزي، الا بقى لو انت عندك يعني حاجات معينه عايز تظهر الاعلان بتاعك بلغه معينه. هنا في مصر الناس بتتكلم عربي، لكن ممكن يكون نوع الخدمه بتاعتك او الاعلان بتاعك انت عايز تظهره بالانجليزي. في ناس اهتماماتهم كده، او في ناس هي الطريقه بتاعتهم كده، فدي طبعا حاجه ترجع للبيزنس بتاعك. فانا ممكن هضيف هنا كده العربي، يبقى هنا كده العربي والانجليزي. الخطوه اللي بعد كده في الاعدادات بيقول لك الاعلان ده كده هيظهر الاتحاد الاوروبي، وفي حاجه تخص السياسه في الاتحاد الاوروبي، طبعا الكلام ده ما يخصناش. فانا هندوس هنا كده نو على الاختيار ده. الجزء اللي بعد كده والاعداد اللي بعد كده اللي هو الاودينس سيجمنتس، ده حاجه كده ممكن نعتبرها زي الاستهداف بتاع الفيسبوك، ان انت تقدر تستهدف الجمهور بتاعك على حسب الديموغرافيكس بتاعتهم، بيشتغلوا ايه، سنهم ايه، الحاله الاجتماعيه، ممكن الدخل السنوي، حاجات زي كده. لكن احنا ايه يعني من الجزء ده مش هنهتم بيه شويه، لان احنا هنستهدف الناس عن طريق الكلمات البحثيه. نشوف الاعداد اللي بعد كده لو دوسنا على مور سيتنجز، هنشوف تحت مور سيتنجز دي بيقول لك الاد روتيشن، اللي هو يعني بيعمل تدوير كده للاعلانات. هي كده مظبوطه ان هو يعني يخلي الاعلان احسن اعلان بيجيب نتائج كويسه هو اللي يظهر. فهنسيب الاوبشن زي ما هو كده. الاوبشن اللي بعد كده بيقول لك ان هو تاريخ بدايه ونهايه الحمله، هي هتبدا 1 فبراير 2026. لو انت عايز تعمل لها تاريخ انهاء بتدوس هنا كده وتختار تاريخ البدايه، بتاريخ البدايه وتاريخ النهايه، يعني الحمله تشتغل امتى وتنتهي امتى. الجزء اللي بعد كده في السيتنجز برضو بيقول لك الاد سكيدول، يعني الاعلان بيشتغل معاك امتى. النقطه دي مهمه قوي لو انت سيرفيس بزنس. خلينا على سبيل المثال ان انت بتقدم خدمه، والخدمه دي بتكون مرتبطه بتواجد الموظفين بتوعك او تواجد الخدمه الموظفين اللي بيشتغلوا خدمه عملاء، نفترض من 10 صباحا لغايه 6 مساء او 10 مساء ايا كان الوقت بتاعك. فانت مش عايز الناس تدخل على الاعلانات وبعد كده يتواصلوا معاك لو هو حاجه تواصل او حاجه محتاجه رد فوري وما يلاقوش رد، فانت كده تبقى دفعت فلوس على الفاضي على الاعلانات، وكمان العميل هياخد عندك فكره مش كويسه. فلو ده ينطبق عليك، انت بتيجي هنا كده تحدد بقى لو انت شغال كل الايام تمام يبقى كل الايام. ده طبعا في حاله لو انت عندك اي كوميرس ستور، كده كده الناس بتدخل تنفذ الاوردر بنفسها، فدي كده انت مش هتحتاج تعمل السكيدول او اللي هو تحط مواعيد محدده للاعلان. لكن لو انت زي ما قلنا مرتبط بحاجه زي كده، هتضيف مثلا هنا كده اد، لا خلينا بس نحذف دي. نفترض مثلا انت بتشتغل من الاثنين للجمعه من الساعه 8 صباحا للساعه 10 للساعه 8 مساء، خلاص الاعلان هيظهر في التوقيت ده. اي توقيتات تانية لا الاعلان مش هيظهر فيها. او ممكن مثلا تحدد ان انت شغال والله طول الاسبوع، لكن ايام العطلات شغال مثلا نص يوم، فبرضه تحدد زي ما انت عايز. لكن طبعا ده لو لا ينطبق عليك خلاص بتحذفه وبتشيلها على كده. خلينا نشوف حاجة تانية في المور سيتنجز. يعني اعتقد الحاجات دي ما لهاش يعني ايه، مش هتفيدنا قوي في الاعلان اللي احنا بنعمله ده. فهندوس على نيكست. في الخطوة اللي بعد كده جوجل بيقترح عليك ان هو يعمل لك اوبتمايزيشن عن طريق الاي اي. فالخطوة دي مش هتكون يعني مناسبة، خصوصا ان ده بس حساب تجريبي كده، فمش يعني مش هنعمل دي كده اون. هندوس على نيكست، هنتخطى الخطوه دي. الخطوه اللي بعد كده اللي هي الكي وورد اند اسيت جنريشن. طبعا الكي وورد احنا اتكلمنا عنها كتير، قلنا الكي وورد دي اللي انت بتقول لجوجل لما الكي وورد دي تتكتب في مربع البحث اظهر الاعلان بتاعي. الاسيتس ديت هنشوف هي ايه مع بعض. هندوس على اد اسيتس. الخطوه اللي بعد كده هتفتح معانا الاد جروب. فخلينا بس ايه عشان نبقى فاهمين موضوع الاد جروب مع بعض ده معناه ان احنا هنعمل مجموعه من الاعلانات بتستهدف مجموعه من الكلمات. تمام، يعني كل اد جروب، يعني لو رجعنا للمثال اللي كنا بنتكلم فيه اما عملنا بقى الكيورد ريسيرش لكلمه اللي هي تصميم مواقع، قلنا كلمه مثلا تصميم مواقع الكترونيه، افضل تصميم مواقع الكترونيه، الامثله اللي هي زي دي. قلنا دي كده هتكون دي مجموعه كلمات او كيورد جروب ليها انتنت معين او ليها نيه معينه ينفع تتحط مع بعضها. فبنحط الكيوردز دي مع بعضها ونحط اعلانات تستهدف الكيوردز دي. فزي ما اتفقنا تاني هتبقى مجموعه اعلانيه، يعني مجموعة إعلانات بتستهدف مجموعة كلمات ليهم نفس الطابع. فزي ما احنا شايفين كده هتفتح معانا الصفحة دي الاد جروب 1. ممكن كده ايه نعمل لها كده ايديت ونسميها اسم يكون بيوصف يعني مجموعة الإعلانات دي بتستهدف أنهي كلمات. بعد كده جوجل بيقترح عليك ان هو يدي لك اقتراحات للكلمات بناء على الفاينل يو ار ال، يعني الصفحة او الموقع اللي الناس هتنزل عليه بعد ما تدوس على الإعلانات.
فهنا ممكن تدوس على get keyword suggestion، ان انت عشان جوجل يديلك اقتراحات بناء على المعلومات الموجوده في الصفحه دي. لكن احنا هنا كده ايه، هنحط الكلمات بناء على البحث اللي كنا عاملينه في الفيديو السابق. فلو قلنا ان دي الكلمات اللي احنا هنستخدمها للاد جروب دي، ان احنا قلنا هنستهدف الكلمات اللي هي بتتكلم عن تصميم المواقع. لو حطينا هنا كده، ده كده ديت فلو احنا افترضنا ان احنا زي ما اتفقنا كده ايه، ان احنا هنشتغل على الاد جروب اللي هي تستهدف الكلمات اللي بتتكلم عن تصميم المواقع. فلو قلنا ان دي الكلمات بتاعتنا، طبعا لو انتوا فاكرين الفيديو اللي كنا اتكلمنا فيه على انواع المطابقه بتاعت الكلمات، قلنا في البرود ماتش وفي الفريز ماتش وفي الاكزاكت ماتش، وقلنا ان افضل انواع نبدا بيها اللي هو الاكزاكت ماتش وبعد كده الفريز ماتش. فاحنا طبعا مش هنحط الكلمات كده، الكلمات احنا قلنا هنحطها ما بين علامات تنصيص عشان تكون فريز، ونحطها بين الاقواس اللي هي المربعه دي عشان تكون موجوده بشكل اكزاكت. فهنا احنا معانا 1 2 3 4 5 كلمات، فهنا الموضوع بسيط، ممكن تحطهم بشكل يدوي. لكن هقول لكم على موقع كده ايه مفيد قوي في الموضوع ده. لو انت عندك لستة كلمات كبيرة شوية، مثلا 10 15 كلمة، والموضوع ده يعني هتعمل 4 أو 5 اد جروب، أو 4 أو 5 مجموعة كلمات معينة، فالموضوع يعني ممكن ياخد وقت شوية. فأنا هقول لكم على موقع كده أنا بستخدمه بيفيد في الموضوع ده. الموقع ده اسمه ميرج ووردز. هنا هنحط الكلمات اللي احنا شغالين عليها، وبعد كده الاوبشنز ديت هنقول والله احنا عايزين نضيف اللي هي بتاعت علامة التنصيص، ونعمل ميرج، وبعد كده ناخد الكلمات، او خلينا نعملها مره واحده، ندوس كده ونعمل ماشي. ما هي لازم نعملها واحده بواحده يعني. كده هنا ايه، هو حط الكلمات دي كده، هي ناخدها زي ما هي ونحطها معانا هنا كده في الحمله، بعدين ندوس انتر، وبعد كده نقول له نفس الكلمات دي عايزين العلامه اللي هي بتاعه الاقواس المربعه، ندوس على ميرج، بعدين ناخدهم كلهم كده ونحطهم في الكلمات بتاعتنا. فكده احنا الكلمات اللي موجوده معانا كده هتكون الكلمات اللي هي الفريز ماتش والكلمات اللي هي الاكزاكت ماتش. فهيظهر لك كده هنا على اليمين الاستيميت، ويكلي استيميت، يعني دي ارقام تقريبيه. هيقول لك ان كلمه او اللي هو الاد جروب دي، او الاعلانات اللي هتكون هنا اللي انت عايز تستهدف بيها الكلمات ديت، هيجيب لك حوالي 119 كليك. في متوسط سعر الكليك 6 جنيه 55 قرش، يبقى متوسط التكلفه الاسبوعيه الرقم ده. فطبعا قلنا دي كلها متوسطات، مش حاجه يعني ايه، مش ارقام هي اللي هتطلع بالظبط، ممكن اكتر ممكن اقل، لكن دي كلها متوسطات. الخطوه اللي بعد كده هنلاقيه برضو بيتكلم هنا عن الاي اي ماكس. هنا معمول اصلا اوف، لان احنا في الاوبشن اللي قبليه اللي هو اللي كان هنا كده عند الاي اي ماكس اخترنا ان احنا مش عايزين نفعل الاوبشن ده. هننزل بعد كده على الخطوه اللي بعد كده اللي هي ان انت هتعمل الاعلانات بتاعتك. الاعلانات بتتكون يعني هنشوف هنا كده الكلام ده، وبعد كده نروح نشوفه على مثال عملي. هنا الفاينل يو ار ال، يعني الموقع اللي الناس بعد ما تدوس على الاعلان هتروح عليه، صفحه الهبوط او الموقع بتاعك، ده كده الفاينل يو ار ال. بعد كده الديسبلاي باث، يعني في حاجات ممكن تضيفها هنا يعني تدي للزائر احساس ان هو ده فعلا الحاجه اللي هو بيدور عليها. هنشوف عليها امثله برضو كده. وبعد كده الهيدلاين اللي هو العنوان بتاع الموقع، العنوان بتاع الاعلان، وبعد كده ايه الديسكريبشن. فخلينا نشوف هنا كده ايه، لو رحنا مثلا كده على المثال ده اللي هو بتاع تصميم مواقع، هنيجي نشوف باللون الازرق ده كده الهيدلاين، والجزء اللي تحت ده كده اللي هو اللي هنا ده كده، ده المفروض ان هو الديسكريبشن. يعني زي هنا كده، ده هنا ايه واضح بشكل افضل يعني. يبقى ده كده العنوان، وده كده ده كده الهيدلاين، وده كده الديسكريبشن. الجزء اللي هو بتاع يعني بتاع شركة وبتاع تصميم مواقع، ده اللي هو الجزء ده اللي هو الديسبلاي باث. فاحنا لما نبدأ نملى الكلام ده هيظهر هنا الشكل فيه زي البريفيو كده يعني، هنفهم الموضوع ماشي ازاي. بس قبل ما نبدأ الجزء اللي هو بتاع ده ان احنا نضيف البيانات ديت، هنشوف الجزء ده اللي هو الاد سترينث، اللي هو قوة الإعلان بتاعتك. قوة الإعلان بتاعتك ديت بتعتمد على الكلمات اللي انت اخترتها هنا. لما تيجي تختار هيدلاينز، تكون هيدلاينز فيها الكلمات دي او فيها كلمات قريبة للكلمات اللي انت بتستهدفها ديت. ده الجزء التاني ان انت برضو الهيدلاين، احنا قلنا الهيدلاين يكون فيه الكلمات اللي انت بتستهدفها، وكذلك برضو الجزء اللي هو بتاع الديسكريبشن اللي هو الوصف اللي موجود تحت كده برضو يكون فيه نفس الكلمات اللي انت بتستهدفها، ويكون في كول تو اكشن، يعني انت تطلب يعني تكتب الاعلان كده بطريقه محفزه للعميل اللي هو بيبحث يعني عشان تحفزه انه يضغط على الاعلان بتاعك. في بس حاجات مهمه كده لازم ناخد بالنا منها. الهيدلاين بيكون 30 كاركتر بالمسافات، ما بنحطش فيه السبيشال كاركتر، يعني زي علامه الهاشتاج، زي علامه اللي هي علامة الآت اللي هي بتاعة الإيميل ديت، أو علامة الهاشتاج، أو العلامات اللي هي السبيشال كاركتر اللي موجودة بتبقى دايما موجودة مع الأرقام في الكيبورد يعني. ما نحطش ايموجيز في الإعلانات، لا في الهيدلاين لازم ناخد بالنا من الكلام ده.
برضه لازم ناخد بالنا إن يكون مكتوب بلغة سليمة، يعني لو الإعلان باللغة الإنجليزية يبقى الكلمات مكتوبة بلغة سليمة ما فيهاش أخطاء إملائية. الجزء بتاع اللي هو الdescription اللي هو الوصف الموجود بيكون لغاية 90 كاركتر برضه بالمسافات، يعني اللي بتكتب جملة طويلة كده بيعد الحروف والمسافات بتتحسب ضمن ال90 كاركتر. فأنا هنا كده إيه هاملة بسرعة البيانات ديّة اللي هي بتاعة الأمثلة بتاعة الheadline والأمثلة بتاع الdescription عشان نشوف كده الpreview الإعلان بيكون شكله عامل إزاي. أنا هنا ضِفت كده الإعلانات، بدأنا هنا كده من الأول display path، كتبت تصميم مواقع احترافية عالية. هنا بيظهر كده الكلمة اللي هي تصميم مواقع ديّة، تظهر هنا كده، ممكن برضه احترافية عالية دي تظهر جنبها، أوقات بتظهر أوقات لأ. وبعد كده أنا ضِفت كده إيه 10 headline أو 10 عناوين. هنا الad strength اللي هو القوة بتاعة الإعلان الaverage. أهم حاجة إن أنت تحاول توصّل إن لكل الاقتراحات ديّة تكون صح. الجزء بتاع الsite links ده هنضيفه بعدين. هنشوف بس كده الجزء بتاع الheadline أو العناوين. أنا ضِفت هنا 10 زي ما اتفقنا إن هو يكون 30 حرف ومسافة، المسافة بتتحسب برضه ضمن ال30. ضِفت هنا كده 10 وبعد كده الdescription بيكون أطول شوية بيكون 90. بتضيف هنا كده برضه ضِفت 4. فزي ما اتفقنا ده كده هيكون شكل الإعلان، ودي الاقتراحات ديّة كلها علامة صح. هننزل بقى تحت شوية كده عشان نزوّد القوة بتاعة الإعلان دي. هننزل هنا كده تحت هنلاقي الجزء اللي هو بتاع إيه الsite links. الsite links ده معناه إن أنت يكون أنت عندك، لو نفترض إن أنت هتخلّي الناس تروح على الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع بتاعك، لكن أنت عندك حاجات بتكمّل الخدمة بتاعتك دي. على سبيل المثال أنت بتقدّم خدمة تصميم المواقع، فممكن يكون عندك صفحة تانية داخل الموقع تكون بتقدّم فيها خدمة استضافة المواقع، فهتضيفها هنا كده كsite link عشان تزوّد الحجم بتاع الإعلان، بتدّي فرصة أكبر إن الناس تدوس على الإعلان بتاعك. فالخدمة الأولى ممكن نلاقي خدمة استضافة المواقع، دي غير خدمة تصميم المواقع لكنها خدمة مكملة. يكون عندك مثلًا خدمة تانية يعني خدمة استضافة البريد الإلكتروني، دي موجودة برضه كخدمة وليها صفحة منفصلة على الموقع بتاعك، تروح برضه تضيفها هنا كsite link وهكذا. يعني أنت بتضيف هنا لو أنت عندك صفحات بتقدّم فيها خدمات تكون مكملة للخدمة الرئيسية، بتضيفها هنا كده برضه. فأنا هادوس هنا كده على العلامة بتاعة الزائد ديّة وبعد كده هاضيف الsite link 1 و2 وأرجع لكم كده سريعًا. أنا هنا كده ضِفت site link الأولاني خدمة استضافة المواقع، ده الsite link text ده اللي هيظهر هنا كده، وده كده زي وصف بسيط يعني للصفحة ديّة، وده الرابط. طبعًا إحنا اتفقنا الرابط الأساسي اللي هو الرابط الأساسي بتاع الإعلان اللي هو هيكون موجود هنا، لكن ده رابط الصفحة دي، ولازم تتأكد إن الرابط ديّة تكون شغالة، لإنها لو مش شغالة الإعلان هيترفض. برضه أدي هنا كده خدمة استضافة البريد الإلكتروني، وبرضه الوصف بتاعها، وبعد كده برضه الصفحة اللي بتودّي على ال الخدمة دي اللي هي خدمة استضافة البريد الإلكتروني. وتقدر تضيف طبعًا لو أنت عندك خدمات متعددة بس لازم تكون مكملة للخدمة الأساسية، تضيف برضه بقية الsite links دي وبعد كده تدوس على create. هنلاقي هنا كده إن الadd strength لسه average، فخلّينا نضيف كمان 2 site links كده ونشوف الوضع هيكون شكله عامل إزاي. يعني أنا هنا ضِفت 2 كمان site links بس لسه برضه إيه الجزء بتاع الsite links ده المفروض نضيف جزء كمان، لكن إحنا يعني إيه مش هنكمّل البيانات كلّها. المهم إن أنت كده فهمت المبدأ بتاع الموضوع ماشي إزاي يعني. هننزل بعد كده على حاجة اسمها الcall outs، ودي كده لو جينا نبُص هنا بيوصف فيها إيه. بيقول لك الcall outs دي يعني دي معلومات أكتر عن الbusiness بتاعك بيقدّم خدمات عاملة إزاي. ممكن تقول مثلًا لو أنت عندك منتجات بتوصّلها تقول إن أنت عندك شحن مجاني، عندك free shipping، عندك مثلًا خدمة دعم فني على مدار ال24 ساعة وهكذا. يعني معلومات تخلّي الbusiness بتاعك يبان بشكل احترافي أكتر، وزي ما قُلنا تشجّع اللي بيبحث عن الخدمة اللي أنت بتقدّمها إن هو يضغط على الإعلان بتاعك. فممكن نضيف كده يعني إيه مجموعة call outs كده بسرعة. لو أنت عندك call outs كانت موجودة قديمة، أنا بس عشان الحساب ده كنت عملت عليه حملات قبل كده، ففي حاجات موجودة لو مناسبة بتضيفها، لو مش مناسبة أو ما فيش أصلًا بتدوس هنا كده على new call out وبعدين تملى البيانات دي. أنت تملى البيانات بتاعة قُلنا هنضيف يعني المميزات الموجودة عندك مش موجودة عند غيرك. أنا هنا ضِفت كده إيه 3 call out. زي ما إحنا شايفين كل call out بتضيفه هنا بيزوّد المساحة بتاعة الإعلان اللي الإعلان بيظهر فيها. فلو إحنا ضِفنا هنا كده الرابع هيزيد هنا كمان أهوّة. فلو إحنا بس كنا كاتبين العنوان وكاتبين الوصف كان هيخلص لغاية هنا كده، هيبقى بس حجم الإعلان اللي هو ال3 سطور دول، لكن هنا كده زاد معانا سطرين كمان، فبيخلّي زي ما إحنا بنقول الحجم بتاع الإعلان بيكبر كده، فيخلّي في فرصة أكبر إن العميل اللي داخل أو اللي بيبحث يعني على الخدمة أو المنتج بتاعك، ففي احتمالية أكبر إن هو يدوس على الإعلان بتاعك. فهندوس كده على save وبعدين ندوس هنا على apply. لو نزلنا هنا تحت كده هنلاقي بيقول إن في كمان في يعني أنواع تانية من الassets ديّة،
احنا قلنا اول اسيت اللي هو السايت لينكس، وبعد كده الكول اوتس. خلينا ندوس عليهم كده. البروموشن، انت تضيف بروموشن لو انت مثلا عندك تخفيض بمناسبة دلوقتي. احنا مثلا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان اهو، كل عام وانتم بخير. فممكن نضيف ان احنا مثلا عندنا تخفيض على تصميم المواقع بنسبة 20% بمناسبة شهر رمضان. لو انت عندك اسعار، لو انت حابب يعني ان انت تضيف اسعار، الموضوع ده في ناس بتحب تعمله وناس لا. في ناس بتحب تفلتر كده العميل اللي داخل من البداية. لو الجزء بتاع الاسعار ده باين، يقول لك ان الخدمات بتاعتنا سعرها مثلا بتكلف $2000، بتكلف 5000 ريال، بتكلف 20000 جنيه. الحاجات دي اوقات بتفلتر العميل من بره، لكن يعني على حسب البيزنس بتاعك، كل واحد الحالة بتاعته بتكون مختلفة. فانت حابب تضيفها، حابب مش حابب، دي حاجة برضو ترجع لك. الجزء التاني ان انت بتضيف رقم التليفون. الجزء ده مهم جدا للسيرفيس بيزنس. يعني غالبية الناس اللي بيكونوا بيدوروا على خدمات، وخصوصا لو حاجات بقى طوارئ، لو مثلا سباك طوارئ، او لو انت محتاج حاجه عندك في البيت عطلت، سخان عطل، حاجه عطلت في الكهرباء، حاجه عطلت في السباكه، حاجه عطلت في اي حاجه عندك في البيت، بتبقى يعني دايما بتكون انت عايز تتصل بحد يعني لو انت بحثه بعدين لقيت رقم تليفون، بتتصل على طول بدون تردد. فالجزء بتاع اللي هو الكول اكستنشن ده، او الكول اسيت، زمان كان اسمها اكستنشنز وكل الحاجات دي، لكن مؤخرا بقى اسمها اسيتس يعني. فلو انت سيرفيس بيزنس، بيكون الجزء بتاع التليفون ده مهم جدا يعني. فخلينا برضو ممكن نجرب نضيف كده، نضيف اد بروموشن. ندوس عليها كده اد، فهتفتح معانا الصفحه. تقعد هنا الجزء ده بيقول لك الاوكيجن، يعني المناسبه. لو فتحنا كده هنلاقي حاجات كده، هي العوده المدرسه، البلاك فرايداي. خلينا ممكن ننزل تحت شويه كده. هنا موجود الاعياد بتاعتنا، عيد الاضحى، عيد الفطر. خلينا ننزل نشوف تحت كده لو في حاجه مثلا كده فيها رمضان يعني. فلا مفيش. خلينا مثلا ايه، ندوس على نفترض مثلا ان احنا داخلين على عيد الاضحى، فهنقول عيد الفطر، اسف، ندوس عيد الفطر. اللغه بتاعه البروموشن دي، فخلينا نختار اللغه العربيه طبعا، عشان الاعلان باللغه العربيه. يعني انت هتعمله بانهي عمله، فخلينا مثلا نقول هنا كده ايه، الجنيه المصري، اي جي بي. وبعد كده البروموشن تايب، ان هي انت يعني هتخصم نسبة مئوية، ولا انت هتخصم لغاية نسبة مئوية، ولا انت هتخصم مبلغ معين بتحدده هنا كده. فخلينا هنا اقول مثلا كده ايه اللي هي البرسنتج، ان انت عايز تعمل خصم نسبة مئوية. هنقول مثلا 20% بمناسبة عيد الفطر. وبعد كده الايتم ايه، المنتج اللي انت هتعمل عليه خصم، فخلينا نقول اللي هو خدمة استضافة المواقع. فهنا الايتم زي ما احنا اتفقنا، هكتب هنا ايه، خدمة استضافة المواقع. وبعد كده الفاينل يو ار ال، اللي هو اللينك اللي لو داس عليه، لو داس على الجزء ده تحديدا يعني في الاعلان، يروح عليه. انا حاطط الويب هوستنج، بس لازم نفس الرسالة بتاعة الخصم دي تكون موجودة في الصفحة دي، والا الاعلان هيحصل فيه مشاكل يعني. البروموشن ديتيلز هيكون عن طريق خصم او عن طريق برومو كود او كده. فلا خلينا بس كده نسيبها ايه، نون دلوقتي. وبقول لك التاريخ، يعني البداية بتاع الموضوع ده، تحدد كده تاريخ البداية. خلينا نقول مثلا رمضان يوم 18 تقريبا. نقول بداية من شهر بداية شهر رمضان لغاية عيد الفطر، هيكون 20 أو 21. فخلينا نقول لغاية مثلا يوم 25 مارس إن شاء الله. فهنبص هنلاقي هيظهر هنا كده، ده شكل البروموشن. ندوس على سيف، بعدين ندوس على ابلاي. خلينا نجرب برضو نضيف الجزء اللي هو بتاع التليفون، اللي هو الكولز ده. ندوس على كولز. هنا هتختار الدولة. خلينا نقول هنا كده مصر. انا هنا ظهر لي رسالة تحذير كده، عايزين يتأكدوا ان انا بستخدم الحساب. فخلينا نمشي مع الرسالة كده، هندوس على كونفيرم. تمام، هو بس كان عايز يتأكد كده، بعت لي رسالة على التليفون على الجيميل بتاع الاكونت ده عشان يتأكد ان انا اللي بستخدمه. هو انا في الحقيقة مش عارف ايه اللي حصل، لان جيت ببص كده لقيت حصل ايرور وفيكس ايرور، وبعد كده دوست على فيكس ايرور او ديسكارد، فلقيت كل اللي احنا عملناه ده كده اتمسح. حتى كنا ضايفين السايت لينكس، فكان كل حاجة اتمسحت. فيعني المهم ان احنا ايه، فهمنا الموضوع ماشي ازاي، ان احنا بنضيف السايت لينكس، وبعد كده بنضيف الاسيتس التانية دي. ضفنا بروموشن، كنا هنضيف التليفون بس التليفون عمل مشكلة. الكول اوتس اهيت، احنا كنا ضفنا ايه، خلينا كده ايه، ضمان سعادة الاموال وبريد الكتروني. خلينا مثلا لوحة تحكم متعددة اللغات، موقع متجاوب، تصميم عصري. ندوس ابلاي. فالمهم ان احنا بنضيف كل الاسيتس ديت على حسب البيزنس بتاعك، لو محتاجها او هي اصلا متوفره او لا. فالفيديو اصلا كده بقى طويل قوي، فاحنا مش عايزين نطول يعني وقت الفيديو اكتر من كده. فانت بتشوف كده ايه المناسب من هنا، وبعد ما تخلص كده بتدوس على done، وبعد كده بتدوس سيف اند كونتينيو. انا بعتذر عن اللخبطه اللي حصلت دي، واضح ان الحساب فيه مشكله، واصلا حساب قديم يعني.
فواضح ان هو في مشكله. المهم ان احنا ايه بنكمل كده زي ما احنا ماشيين، نكمل بقيه الهيدلاينز وبقيه الوصف، الاسيتس دي كلها نحطها. وبعد كده لما الامور كلها تكون تمام والاد سترينث دي تكون جود، تكون اقوى يعني، وتكون الامور دي كلها متعلم عليها صح، دوس على سيف. هيجي هنا كده هيقترح عليك بادجت او يقترح عليك ميزانيه يعني. فهنا انت الميزانيه ده لو انت شايف انها ميزانيه مناسبه ماشي، لو انت حاسس ان الامور كده اكتر اقل تقدر هنا كده تدوس على سيلكت او سيت كاستم بادجت، وتقول والله انا عايز كده اختار ان انا عايز اصرف مثلا $20 بس كده في اليوم، وبعدين ندوس على نيكست. فبرضه هو بس انا بعتذر مرة تانية، هو في مشكلة في الحساب ده، فيعني خلينا بس نجرب على حملة تانية. دي كده حملة تانية شغالة، دي كده الكامبين تمام، الكامبينز كلها. وبعد كده الكامبين دي كده اد جروب، فنفترض ان احنا كده حطينا اتنين اد جروب بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها. لو عايزين نضيف اد جروب تانية يعني على المثال اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع تصميم مواقع، عايزين نضيف اد جروب تانية هندوس هنا كده اد عشان كرييت اد جروب. وبعد كده هنمشي بنفس الخطوات بالظبط، هنكتب الاد جروب، نختار الاسم بتاع الاد جروب، بعد كده ندوس على نيكست. نفس الطريقه برضو بالظبط. هنضيف هنا برضو الفاينل يو ار ال، وبعد كده الكلمات على حسب بقى النوع اللي احنا عايزينه، يا اما فريز ماتش يا اما اكزاكت ماتش. ننزل هنا برضو كده نفس الكلام. هنضيف برضو الاعلانات كده بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها، وننزل تحت نضيف نفس الاسيتس ديت، او الاسيتس هي مناسبه لنفس الحمله بنضيفها. عايز نضيف اسيتس جديده بنضيفها برضو، لغايه لما نخلي القوه بتاعه الاعلان ده او الجوده بتاعه الاعلان تكون النسبه بتاعتها عاليه. وبعد كده بعد ما نخلص ننزل تحت بندوس على done وسيف اند كونتينيو. كده يبقى ايه ضفنا، يبقى احنا كده ضفنا الاد جروب التانية او اللي هي المجموعه الاعلانيه التانية، وتكون طبعا زي ما اتفقنا تكون مناسبه لنفس نوعيه الكلمات اللي احنا اخترناها هنا ايه في الاد جروب دي، او في مجموعه الكلمات اللي احنا بنضيفها هنا دي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، اللي اتعلمنا فيه ازاي نعمل حملة إعلانية من الألف إلى الياء. وعرفنا كده في البداية كده نراجع سريعا ايه هو إيه الهدف من الحملة الإعلانية اللي احنا بنختاره في الأول، يا إما ليد يا إما سيلز يا إما ويب سايت ترافيك، وبقية الأهداف اللي احنا اتكلمنا فيها. وبعد كده أنواع الحملات الإعلانية عدينا عليها بسرعة. وبعد كده عرفنا أو اتعلمنا ازاي مع بعض إن احنا نعمل حملة بحث اللي هي السيرش بس كده، نختار الكلمات المفتاحية، وازاي نعمل اد جروبس، وازاي نعمل اعلانات، ونوصل بالاعلانات ديت لافضل جودة ممكنة. وبعد كده بنكمل بقية الاعدادات بتاعة الاعلان. انا هاني دراج من شركة بيكسل واي، شكرا على المشاهدة ونراكم قريبا. السلام عليكم.